وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء مشاهدي قناه العراقيه الفضائيه، حلقه جديده من برنامجكم برنامج جذور. مشاهدينا الاعزاء، اكيد احنا في كل حلقه نتجول مع مكون ما مكونات الشعب العراقي، اليوم بالتحديد مع المكون المسيحي وبالتحديد في قضاء الحمدانيه. قضاء حمدانيه تسميات كثيره، قراقوش، بغدادي، وايضا تابع القضاء الحمدانيه ناحيه برطله وكرمليس، الاخوان المتواجدين المسيحيين في اغذيه وفي نواحي في مدينه الموصل، في تلكيف وفي تل صخوف باطنايه. بس احنا اليوم حلقتنا راح تكون حلقه مع قضاء الحمداني، نلتقي مع ناسنا واهلنا في قضاء الحمدانيه، وراح نلتقي وياهم ونسلط الضوء على المكونات الشخصيات الموجوده في هذا القضاء، ونتعرف على امور كثيره في من خلال برنامجنا برنامج جذور. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء. ينتشر المسيحيون في مناطق متفرقة من محافظة نينوى باعتبارهم أبناء مكون أصيل من مكونات نينوى، فهم يتوزعون على مناطق القوش وتل سقفة وباطنية وأسقوفة ومركز قضاء تلكيف، وكذلك في بعشيقة وبحزاني والشيخان وبرطلة وقرقميس وقرقوش، وفي داخل الموصل كذلك. ففي سهل نينوى ومركز قضاء الحمدانية تحديدا يشكلون الجزء الأكبر من السكان، وقضاء الحمدانية يعتبر أحد الأقضية المهمة في نينوى، ويحتضن إلى جانب المسيحيين الشبك والككائية والعرب. عاشوا ويعيشون حتى اليوم بمحبة وأخوة ووئام، وقضاء الحمدانية تتبعه عدة نواحي مثل ناحية برطلة ونمرود، وتحيط قرى كثيرة يعيش فيها الشبك والككائية والتركمان والعرب، فيها مراقد ومزارات وأديرة وكنائس، دلالة على تعايش مكوناته وتآخيهم رغم التحديات التي واجهوها على مر الأزمنة. مشاهدينا الاعزاء، مستمر وياكم من خلال برنامجكم جذور من قناه العراقيه الفضائيه. مثل ما تعرفون احنا اليوم في قضاء الحمدانيه قراقوش بغداده، وبالتحديد الان في كنيسه الطاهر الكبرى من اقوى الكنائس في محافظه نينوى. تعالوا معنا نلتقي مع ابونا عمار سعد الله النائب العام لبرميش الموصل. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم قناه العراقيه وزيارتكم على راسنا. احنا اليوم ابونا خلينا نتحدث عن هالكنيسه، كنيسه الطاهره اللي دمرت في زمن داعش الانذال، بس بعد تحرير مدينه موصل اليوم عادت الحياه. نشوف اعمار في هذا الكنيسه، كنيسه الطاهره الكبرى. نعم عزيزي، احنا مثل ما قلت استاذي العزيز، احنا في كنيسه الطاهره الكبرى على سطح الكنيسه، اللي هي بالفعل اكبر كنيسه في العراق ومن كبريات كنائس الشرق الاوسط. نعم. ايضا هالكنيسه من الكنائس المهمه جدا في الحمدانيه وبالذات في بغداد قراقوش. هالكنيسه افتتحت 1948 ودائما كانت تستقبل المصلين والمؤمنين بكثير مناسبات. هالكنيسه 1948 تاسست من اكبر كنائس في محافظه نينوى. اكيد ما انسى انه اقول بانه بناء هالكنيسه استغرق 16 سنه، 16 سنه، لانه اهالي بغداد قراقوش تكفلوا بانه يبنون هالكنيسه، فسنه بعد سنه كانوا مزارعين، كانوا يتبرعون بالاموال اللي تجيهم من الزراعه وقدروا يبنوها حتى يبنوها هم. اوكي. وكان عمل شعبي وجبار من متطوعين كلهم. اوكي، خلينا نتحدث عن الكنيسه. ممكن نعرف عدد الكنائس في قضاء الحمدانيه بغدادي؟ احنا في قراقوش في بغداد عندنا كثير من الكنائس، وقراقوش تسمى مدينه الكنائس. اذا تلاحظون هالكنيسه اللي موجوده ورانا مباشره هي كنيسه مار يعقوب، كنيسه مار يوحنا قريبه عليها، وعندنا كنيسة مار زينب بالجهة الثانية، وكنيسة مار بهنام وسارة، وكنيسة مار يوسف، إضافة إلى الكنائس الأخرى القديمة جدا، سركيس وباكوس، وكنيسة مار جورجيس، ودير ماقورتايا مار يوحنا الديلمي. هالكنائس أكيدا اللي هي موجودة حاليا اللي تستعمل، بالإضافة إلى كنائس أخرى هي صارت كنائس للمناسبات لأنه قديمة جدا. مثلا عندنا كنيسة مار تشموني، وعندنا كنيسة الطاهرة القديمة
اللي هي اقدم من قديمه جدا. يعني تصور الكنيسه الطاهره القديمه اللي هي قريبه على كنيسه الطاهره الكبرى اللي بنيت قريبه عليها، احنا ننزل 4 امتار تقريبا عن سطح الارض حتى نوصل للكنيسه. ليش؟ لانه قديمه جدا، اكثر من 1000 سنه عمرها. ذكر الترميم مالتها يرجع الى القرن الثالث عشر. نعم. وهي اكيد من الألف الاول الميلادي. اوكي، احنا اليوم في كنيسه الطاهره، يعني هسه بدأتوا الاعمار ان شاء الله راح تكمل بعد دوله رئيس وزراء زاره والمحافظ نينوى استاذ نجم الجبوري اللي مستمر بهذا الموضوع. احنا اليوم بعد زياره رئيس وزراء بعد محافظ نينوى، انتم اليوم شاهدناكم تعمرون هاي الكنيسه الكبرى. احنا هالكنيسه مع كل الاسف نقول بسنه 2014 لما انهجم ارهابي داعش على المنطقه، استولوا على المنطقه، واحنا برجوعنا بنهايه 2016 شفنا الكنيسه كانت مدمره بالكامل، محروقه من الداخل، وكل المعالم اللي موجوده مثلا الصليب اللي موجود حاليا هذا كان مكسور، البرج اللي موجود حاليا كان مكسور، وكل مرفقات الكنيسه من الداخل محروقه، واللي انسلب من صور وتماثيل اخرى. اوكي. فاحنا تقريبا قبل سنه بدينا اعمار هالكنيسه، وزارنا كثير من اكيد الاشخاص. تشرفنا بزياره رئيس الوزراء السيد الكاظمي قبل كم شهر تقريبا، زارنا وزار الكنيسه وكان فرحان بانه هالكنيسه ترجع للاعمار. ايضا يعني متابعه وزيارات متكرره من السيد المحافظ نجم الجبوري، دائما يزورنا ويحب انه ترجع الكنيسه الى حالها، وان شاء الله اعمارها. احنا حاليا ما زلنا بمراحل الاعمار، وان شاء الله بالسنه الجديده ينتهي الاعمار وتنفتح الكنيسه وترجع. اهم مناسباتكم، اهم مناسبات في هذا الكنيسه، المناسبات الدينيه ممكن نعرف؟ المناسبات اكيد مناسبات الدينيه كثيره. اقرب مناسبه راح تكون علينا هي راس عيد الميلاد، اللي هو اكيد فرحه كبيره. اكبر مناسبه عندكم عندنا عيد القيامه ايضا، هو اكبر من اكبر الاعياد والمناسبات الدينيه، وكثير دائما كل يوم احد هو احنا احتفال بالنسبه لنا، ونصلي بينه بطريقه مميزه. ايضا تعالوا نلتقي مع الاستاذ المميز والنشط اللي نشوفه في قضاء الحمدانيه، الاستاذ المحبوب والراقي وجميل. اليوم راح نلتقي مع شخصيه من شخصيات في قضاء الحمدانيه، له علاقات وطيده من خلال لقائنا، من خلال برنامجنا اللي التقينا بشخص جميل، الاستاذ عصام بهنام، قايم مقام قضاء الحمدانيه التابعه لمحافظه نينوى. مرحبا استاذ عصام. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم. ارحب بقناه الفضائيه العراقيه في قضاء الحمدانيه، واتشرف بلقائكم جميعا. احنا اليوم صراحه يعني قبل لقاء وياك، يعني اليوم جولنا في قضاء الحمدانيه، شاهدنا هناك الكثير يعني بصراحه يعني تحدثوا عن جنابك الكريم اللي انت متواصل وياهم ليلا ونهارا وتواصلك مستمر وياهم. احنا نحتاج الى هكذا انسان ان يكون في منصب يلتقي مع ناسه واهله في كل الافراح وفي كل الاحزان. اليوم خلينا نتحدث عن قضاء الحمدانيه، ممكن قضاء مناطق تابعه قضاء الحمدانيه، عدد سكانه ومناطقها، حتى ايضا المشاهد يعرف قضاء الحمدانيه. قضاء الحمدانيه يتكون من مركز قضاء الحمدانيه اضافه الى ناحيتين، وهما ناحيه برطله وناحيه النمرود. مجموع القرى في قضاء الحمدانيه يبلغ تقريبا 100 قرية. البعض من هذه القرى قد ترتقي إلى مستوى الناحية، حيث يبلغ عدد السكان في بعض القرى أكثر من 5000 نسمة. قضاء الحمدانية يسكنه ما مجموعه 250 ألف نسمة من مختلف المكونات. من هم المكونات العايشين وياكم؟ الأغلبية السكانية في مركز القضاء هم المكون المسيحي، إضافة إلى المكونات الأخرى المتعايشة في المنطقة، العرب، الشبك، الكاكائية، وإضافة إلى التركمان طبعا. اليوم ما شاء الله شدة ورد يعني موجودة في قضاء الحمدانية. الحمد لله.
فعلا قضاء الحمدانية يعتبر باقة ورد نعم. تضم مختلف المكونات من مختلف الأديان والطوائف والقوميات من الشعب العراقي. احنا اليوم شاهدنا ما شاء الله اعمار يعني جميل في قضاء الحمدانيه، ممكن نعرف من وراء سر هذا الاعمار، من وراء سر هذا النشاط المميز اللي شفناه اليوم حمدانيه؟ اكيد حمدانيه رجعت احلى من قبل. حقيقه بعد العوده في عام 2017 في شهر 9 تقريبا بدات حمله اعمار كبيره وواسعه في قضاء الحمدانيه والنواحي والقرى التابعه لها. السيد محافظ نينوى الأستاذ نيم الجبوري لهذا القضاء لدنه اهتمام كبير ومتابعة متواصلة لهذه المشاريع التي تنجز في مركز القضاء والناحيتين. السيد المحافظ يتابع بشكل مستمر معي من خلال أيضا مدراء الدوائر جميع القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية. طبعا هذه الخدمات تقدم إلى جميع المكونات في مختلف القرى دون أي تمييز، يعني كل القرى، وباهتمام وباهتمام كبير من قبل السيد المحافظ في بجميع مكونات المنطقة. احنا خيمتنا العراقية، كرد عرب ويا الأقلية. احنا خيمتنا العراقية، كرد عرب ويا الأقلية. اشوري وارمني اي سيدي والمدائي، شابكي والفيلي، بهاي والكاكي، كلداني وسرياني، احلى الاسماء اسمائي، والزردشتية والتركمانية والشركسية والآرامية، والبشر السمراء أمة عراقية. محلاها خيمتنا العراقية، كرد عرب ويا الأقلية. مشاهدينا الاعزاء، اكيد مستمر وياكم من خلال برنامجكم جذور، نتنقل من منطقه لمنطقه في قضاء الحمدانيه. تعالوا معنا نلتقي مع العميد فارس زاكي، منسق محافظ نينوى لشؤون المسيحيين. اهلا وسهلا بك استاذ فارس. اهلا بكم. اهلا وسهلا بك. كما تشاهدون اليوم قناة العراقية الفضائية تتجول في قضاء الحمدانية لإطلاع المشاهدين الأفاضل والكرام على ما حصل في قضاء الحمدانية بعد تحرير مناطقنا من براثن داعش الإرهابية. كما تشاهدون اليوم المدينة كانت مدمرة، كان لدينا 2448 دار محروق بفضل تعاون أبنائها والكنيسة ومنظمات المجتمع المدني. قامت هذه المنظمات ببناء وإعمار جميع هذه الدور، والحمد لله لا زالت المنظمات مستمرة ببناء الدور. نود أن نبين أيضا كما شاهدتم
البنى التحتية وتطور البناء وإكساء الشوارع وتبليطها من جميع النواحي، ولا زالت جهود الحكومة المحلية بفضل السيد المحافظ وقائم مقام الحمدانية ومدير البلدية مستمرين بالعطاء والعمل من أجل أن تكون قرقوش أجمل وأفضل. نعم. أود أن أؤكد دور السيد المحافظ شخصيا في مدينة الموصل، وأنا كوني كمنسق قام السيد المحافظ بتشكيل لجنة خاصة بإخلاء الدور السكنية المتجاوز عليها من قبل بعض المواطنين في مدينة الموصل، وخاصة بعد عمليات النزوح نتيجة الأعمال العسكرية في مدينة الموصل. تمكنا بالحقيقة بفضل تعاون الأجهزة الأمنية من قيادة العمليات ودائرة الاستخبارات والأمن الوطني من إخلاء هذه الدور، ولا زلنا مستمرين حال تقديم الشكوى من قبل أي مواطن. اليوم استاذ فارس، انت المنسق عن محافظ نينوى لشؤون المسيحيين، اليوم ايضا هناك اكيد هناك كثير من الخطوات من خلال المحافظ من خلالك نشوف رجعت الحمداني، رجعت كل محافظات مناطقنا في محافظه نينوى. اليوم انت من خلال ايضا هناك في حاله مثلا مشكله او موضوع ما اكيد توصل المحافظ وتحلوا المشكله، واحنا ايضا نحب ترجع وشو تحب رساله الى المغتربين النازحين خارج المحافظه؟ في الحقيقة هواتف السيد المحافظ مفتوحة أمامنا جميعا، سواء كان هو شخصيا أو مدير مكتبه. نحن نتصل به للاطلاع على جميع ما يحصل في المدينة، ولدينا وفود ومنظمات كثيرة نلتقي بالسيد المحافظ ونطلع على ما يجري من أحداث من تطورات سواء أو من أمور سلبية قد تحصل لمعالجتها. أبواب المدراء الآخرين مفتوحة أمامنا، اللواء عبد الخالق المدير المركزي يعني التنسيق كل المشترك، كل كل الجهات الامنيه والاستخباراتيه متعاونة معنا حقيقة ويسمعوننا ويصغون إلينا بجدية. نعم. أنا أستاذ فارس زاكي نشكر حضرتك لكلماتك الحلوة. اليوم برنامج جذور في قضاء الحمدانية وحلقتنا خاصة عن المكون المسيحي. نشكر قناة العراقية وخاصة على تقديم هذا البرنامج الجميل، الغاية منها إطلاع العراقيين جميعا ودول العالم لثقافة وتنوع هذه المدينة. مشاهدينا الاعزاء، ومثل ما تعرف احنا الان نتجول في قضاء الحمدانيه قراقوش بغديدي، واليوم حلقتنا مثل ما تعرف عن المكون المسيحي وخاصه في قضاء الحمدانيه. تعال نلتقي مع الشاعر والاديب والكاتب والصحفي الاستاذ زهير بهنام برده، نائب من عام اتحاد ادباء العراقيين وايضا مسؤول المكتب التنفيذي الثقافي السرياني. مرحبا استاذ زهير. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هلا بالعراقيه في جنة السريان أو حديقة السريان، قرقوش بغديدة، قرقوش بالرسمية والحمدانية قضاء الحمدانية جنة السريان فعلا، وبغديدة بيت البستان أو بيت الآلهة بيت بغديدة. أنا على المشهد الثقافي في قضاء الحمدانية وخاصة السريانية. السرياني طبعا. قضاء الحمدانية من الأغذية النشطة فعلا ثقافيا وإبداعيا في بكل أطيافه. نحن شكلنا قبل داعش أو قبل التهجير منتدى للأدباء في الحمدانية، ضم المنتدى كافة التنوع العرقي والقومي الموجود في المنطقة. يعني كان عندنا من الشبك، كان عندنا من التركمان، أيضا كان عندنا من العرب ضمن الهيئة التأسيسية للمنتدى. إذن هذا التنوع الثقافي الموجود أو الموزايك الذي يضم مجتمع قضاء الحمدانية وشعب قضاء الحمدانية فرض علينا أنه نبدأ بنشاط وندعم هذه النشاطات جميعا. اليوم احنا اهم نشاطاتكم في الحمدانية. نشاطاتنا في الحمدانية كان سابقا ننظم مهرجان على مستوى العراق كلها، مهرجان الإبداع السرياني في قضاء الحمدانية، يضم كافة الفعاليات الثقافية من ناحية إلى تشكيل، إلى تراث، إلى شعر، إلى قصة، إلى مسرح،
ونقدم على مدى 3 أيام كافة هذه الفعاليات. ايضا نلتقي مع زميلنا وصديقنا التدريسي الاستاذ رافد يوسف، مدير تربيه الحمدانيه في محافظه نينوى. اهلا وسهلا بك استاذ رافد. يا اهلا وسهلا، نرحب قناه العراقيه، اجمل ترحيب. قضاء الحمدانيه. نبذه مختصره عن مديريه تربيه الحمدانيه. يوجد في مديريه تربيه الحمدانيه 242 مدرسه، واكثر التعليم الابتدائي من الطلاب والتلاميذ اكثر من 62,000 طالب وطالبه، والتعليم الثانوي اكثر من 18,000 طالب لهذا العام. اوكي، اليوم استاذ رافد بنتحدث عن تربيه الحمدانيه من التربيات المهمه في محافظه نينوى. ممكن نعرف امتداد تربيه الحمدانيه مدارسها من يا منطقه الى منطقه؟ تشمل بالنسبه للمنطقه الجغرافيه يشمل قضاء الحمدانيه ناحيه برطله، ناحيه النمرود، ناحيه القوير. قضاء كبير جدا. نعم، ايضا هو دراسه سريانيه، المناهج السريانيه فقط في حمدانيه وبرطله وكرنليس او مناطق اخرى؟ فقط في المدارس الموجوده فيها المكون المسيحي. نعم، المكون المسيحي. نعم. اليوم من خلال يعني عملك كونك انت مدير تربيه، اكيد هناك ايضا توسع عمراني، توسع يعني اكيد هناك احتياجات كثيره اليوم تربيه حمدانيه. شنو احتياجاتكم حتى تكون الاستمرار بالعمليه التربويه نحو الافضل نحو الاحسن؟ بالنسبه للاحتياجات بعد التحرير في 2016، نهايه 2016 كان عندنا اكثر من بالمواقع المدرسيه مالتنا اكثر من 6 مدارس مهدمه بالكامل. قاموا ببنائها وحده من عندهم مقصوفه، مدرسه قراقوش الابتدائيه، استلمناها المدرسه وهاي امامنا المدرسه. اقدم المدارس يعني في حمدانيه، يعني يا سنه تعود يا سنه؟ مدرسه قراقوش للبنين 1919. هاي اقدم مدرسه. اقدم مدرسه بالقضاء. اقدم مدرسه داخل القضاء. اليوم انتم ايضا من خلال زياراتك المستمره للمدارس اللي تابعه لتربيه الحمدانيه، احنا اليوم ايضا هناك اسماء جميله وحلوه، ممكن نعرف هم الاسماء اللي معروفه في قضاء الحمدانيه، اسماء المدارس اللي خلينا نقول الى زمن قديم. عندنا اعداديه مريم العذراء، وعندنا اعداديه الشهيده شموني برطله، واعداديه برطله للبنين. ايضا انا حسب ما اعرف هناك مشاركات كثيره من خلال النشاط المدرسي والرياضي، مشاركاتكم في لعبه كره القدم والسله، وعندكم فريق طالبات نسائي يشاركون دائما في بغداد او في مناسبات او بطولات عن طريق النادي الرياضي في قراقوش، المدرب استاذ سعد برده. فاكثريه المشاركات من طالبات مدارسنا، يعني مدارس تربيه الحمدانيه. اليوم من خلال كلامك عودة الحمدانية، هناك راح قريبا يكون مشاركات ايضا رياضيه خارج بغداد، يعني خارج العراق او في بغداد او في دول عربيه او في الموصل مثلا. اصبح التوقف من جائحه كورونا، توقفت الحياه بالكامل تقريبا يعني. وهناك دراسه جديده لاعاده الحياه ان شاء الله عن طريق الكوادر الرياضيه. مشاهدينا الاعزاء، اكيد شفتوا الاسواق الجميله في قضاء الحمدانيه، ما شاء الله رجعت وان شاء الله ترجع افضل وافضل في هاي المدينه العزيزه قضاء حمدانيه قراقوش. ايضا التقي مع الاستاذ بهنام حبيب، نقيب السياحيين العراقيين فرع نينوى. مرحبا استاذ بهنام. اهلا وسهلا، هلا بكم. بهنام، شنو هالاجواء؟ اهلا بكم في قراقوش العراقيه سباقه، ومنبرها ما شاء الله. طبعا الحمد لله قراقوش معروفه بتاريخها، وصارت الاحداث
داعش بعد ما احتل داعش المدينة، فأنهى المدينة بصراحة، أذاها كثير، حرق البيوت، حرق كل شيء. بعد التحرير عادت الحياة بهمة أهلها الطيبين الأصلاء الموجودين في المنطقة وبالتعاون مع الجميع. هذا السوق شو اسمه؟ هذا سوق القصبة القديمة. هاي كل الناس اللي يتبضعون بالضبط من كل الملل والنحل، يعني من لا يجينا الأخ الشبكي والأخ الكردي والأخ اليزيدي كل تجينا، ومنطقة أطباء والحمد لله. فالمدينة إن شاء الله عامرة. هاي موجودة الأسواق يعني ليلا نهارا مفتوحة. ليلا ونهارا مفتوحة. نعم ما شاء الله أمان والحمد لله. وإن شاء الله الأمان للموصل وللعراق كله. كيف السياحة في الموصل؟ والله السياحة موؤودة السياحة، ماكو سياحة. سياحة انولدت بال 88 وبقت لحد الآن موؤودة. ينراد شنو طموحكم السياحة؟ والله طموحنا نريد الدولة السياحة، الدولة شو نريد من الدولة؟ نريد تشرع قوانين تسهل للمستثمر، تسهل اللي يريد يعمل. يعني كثير من الامور تحتاج المدينه. استاذ ينام، اليوم انت من خلال سوق حمدانيه، نعم. اليوم شو تحب تقول رساله الى كل العالم وكل العراقيين؟ والله نحن نقول للعراقيين لازم نرجع مثل ما كنا اهل، يعني في الحمدانيه خاصه لا فندق موجود كان ولا مطعم موجود. الى 2003 صار بها مطاعم وفنادق، كانت مضيافه للكل، المدينه مضيافه للاخوه كلهم. مشاهدينا الاعزاء، اكيد احنا انتقلنا الى متحف بغديده للتراث الشعبي، واللي راح نشوفه من خلال برنامجنا جذور. تعالوا معنا نلتقي مع ابونا بطرس شيتو، المشرف على متحف بغديده للتراث الشعبي. مرحبا ابونا. مرحبتين واهلا وسهلا بكم. شرفتونا اليوم قناه العراقيه اللي هي قناه كل العراقيين، ان اليوم تكونون ضيوفنا. لا بل احنا الضيوف وانتم الاهل. هذا البيت بيتكم، شاكرين الالتفاتة الطيبة من جانبكم أنه تزورونا في قضاء الحمدانية وتحديدا بلدة بغديدة قرقوش. المتحف هو متحف بغديدة للتراث السرياني. ليش سميناه سرياني؟ وجنابكم تفضل قال شعبي. نعم، ما يشاهد وما ينظر إلى راح يقول إيه هذا من أيام أجدادنا وآبائنا اللي عاشوا، واللي هذه الأرض اشتغلوا بيها وزرعوها وحصدوها وأنسجوا ما أنسجوا، والأمور الأخرى الحياتية اللي عاشوها في مجتمعنا. لكن سميناه سرياني نسبة إلى الشعب اللي يسكن هنا يتكلم اللغة الآرامية السريانية. والسريانية أكيد اليوم بقت مختصرة على الكتب الليتورجية والتقصية والصلوات أكثر منها بالكلام. لازلنا نحكي الآرامية، ولكن صار أكو بها مزيج أيضا كلمات عربية فارسية بحكم العلاقة والجوار. أبونا خلينا نتحدث اليوم، احنا من خلال برنامج جذور اليوم حلقتنا عن المكون المسيحي، بس احنا اليوم نتحدث عن المتحف التراثي السرياني الشعبي. اليوم ممكن كيف بدأ هذا فكرة إعادة هذا المتحف، ومنو الناس اللي وقفوا بجانبكم إعادة هذا التراث في هذا المتحف؟ حقيقة المتحف هو حلم كان ولا يزال، ولا زلنا رغم أنه تحقق على أرض الواقع. لكن اليوم احنا بحاجة من أكيد نناشد الحكومات المحلية والمركزية بتخصيص قطعة أرض وبناء بناية تليق بسهل نينوى وبالأخص قضاء الحمدانية، حتى هذا التراث يبقى تراث حي، يبقى للأجيال القادمة. نعم، اليوم أي إنسان بعمر 50 أو 60 سنة بمجرد أن يلقي نظرة بسيطة على ما هو موجود في متحفنا اليوم تعود بالذاكرة إلى أيام الطفولة. صح. وكم هي جميلة أيام إلى الصفر، إلى الصفر. نعم، وكم هي جميلة أيام الطفولة اللي تشعرنا بالبراءة وبساطة أهلنا وبساطة عيشهم ومحبتهم والمواقف اللي كلها نتذكرها. فحقيقة الحلم هو كان قديم جديد، تحقق اليوم بإرادة قوية، بالأخص بعد أكيد الهجمة الشرسة من عصابات داعش الإجرامية اللي ثقافتها أن تنشر السواد والموت. ولكن الدماء الزكية
والجهود الجبارة للقوات الأمنية بكل صنوفها حررت هذه الأرض، وعربون محبة ووفاء أكيد الشهادة والتقدير لكل الدماء اللي أزهقت. فالغاية الأساسية هي أنه ننشد للعالم وجودنا وقيامتنا، نحن أبناء القيامة. نتحدث عن متحف، يعني حتى الناس يتعرفون على هذا المتحف. كيف حصلتوا على الازياء؟ كيف حصلتوا على مواضيع كثيره شاهدناها؟ نتحدث بهذا الموضوع. وشنو هل هناك مناسبات، يعني قدمتوا مناسبات، حفلات، مهرجانات؟ وشنو ايضا طموحكم؟ تمام. بالحقيقة احنا ناشدنا اهالينا في بغداد الحبيبة وحتى الموصل وكرمليس وبرطلة، وكانوا الاهالي حقيقة معطائين جدا، يعني لبوا النداء، ومع أنه هذه التراثيات هي أشياء تعز عليهم بذكرياتها وبكل معانيها الكبيرة، لكن لما شافوا أنه الكنيسة مهتمة بإقامة متحف يشمل هو بيت كل المسيحيين في سهل نينوى، وبالأخص للخديديين أبناء بغداد وقرقوش، اللي يجي يزورنا أكيد راح يثمن العطايا اللي اجتينا. واكيد لا انسى كان عندي فريق متكامل يعمل معايا ليل نهار، نتوجه الى الدور القديمه، نتوجه الى اماكن بعيده وقريبه. الفريق هو عندي شماس سيف اكيد ناصر قذية، فؤاد ججو شيمة، وشماس صبيح مقدس حسو، وعندنا شماس وساعور الكنيسة سمير بولس عبا، واللي هو أحد البنائين اللي يبني البناء القديم، اللي المقهى التراثي اللي موجود بالخارج واللي ألقينا نظرة عليه هو أكيد من بناءه. شطرنتي براتد ليلية شبو مخسارات ليلية، شطرنتي براتد ليلية شبو مخسارات ليلية، صوصياتك ذيلة قذيلة عيناتك يومك خيلة، صوصياتك ذيلة قذيلة عيناتك يومك خيلة، علاه موت شكر له لبين بارود ورديلية، شطرنتي براتد ليلة شبو مخسارات ليلة، شطرنتي براتد ليلة شبو مخسارات ليلة. قومة استقلالية نبوشية وخيل خالية، قد قومة استقلالية نبوشية وخيل خالية، إيمنك خلم خيالي لبم صدرا شلقالي، إيمنك خلم خيالي لبم صدرا شلقالي، يشد خقاي شالي رغب قومة شقلالي، شطرنتي براتد ليلي شبرو مخسارات ليلي، شطرنتي براتد ليلي شبرو مخسارات ليلي. مشاهدينا الاعزاء، بعد ما جاوبنا في قضاء الحمدانيه من خلال برنامجنا الجذور، اكيد شفنا الاجواء الجميله وشفنا العمران، شفنا ناس الطيبين في قضاء الحمدانيه. نتمنى من كل اهالينا كل محافظاتنا العراقيه يزورون هذا القضاء، قضاء حمدانيه قراقوش بغديده. وكذا اليوم تعرفنا على قضايا امور كثيره في هذه المدينه العريقه والجميله. انتظرونا في حلقات قادمه في محافظات اخرى من برنامجنا برنامج جذور، نلتقي مع المكونات العراقيه الاصيله. كان وياكم في اعداد وتقديم انا جاسم حيدر، نقول لكم الى اللقاء، مع السلامه.